السلام عليكم بنات. درتي الماش تاعك قري وبعد غسلتين زوج رجعوا لك لونهم اصفر ولا بلاتيني مزعج وباغيه ترجعي اللون اللي خسرتي عليه دراهمك، تبعي معايا راح نفهمك. اول خطوه راح تعمليها اللي هي تغسلي شعرك غير بالماء فقط، يولي كان مشمخ، تعصريه شويه وتروحي للدوش تاعك. واش تعملي؟ راح تهزي نقطه واحده اي ما يقارب قد حبه الحمص او 1 سنتيمتر من المصحح الازرق في لوريات رقمه 38، بصح في الماركات العالمية تشري بالاسم، مثلا في مورفوز مكتوب عليه بلو أو أزرق اللي هو الكوريكتور بلو. تجيبيه تحطي عصرة منه وتروحي تجيبي فنجان تاع أوكسيدون عيار 30. إذا حبيتي اللون يقعد لك ثابت أكثر راح تجيبي أوكسيدون عيار 10 أو عيار 20. والان واش راح نديرو؟ راح نزيدو عليه شويه شامبوان، قسمه تغسلي شعرك وشويه تاع الماء، ما تكتريش. لازم تجي الرنساج هذا يجيك لاهو خاثر بزاف لاهو جاري بزاف، يعني يكون التكستور تاعو ميديوم شويه هكا، لاهو خاثر لاهو خفيف. وتحطيه على شعرك كامل كيما تغسلي شعرك عادي بالشامبوان، وتبقي ترغوني وتراقبي المرايه. لازم عليك تراقبي الماش تاعك ولا ديرهولك وحده اختك ولا يماك. المهم بعد ما ترغوني مليح مليح ما تفوتيش 5 دقائق، راح تلقي اللون يهبل كيما هاك، لون جميل جدا. والبنات يقولوا لي احنا كي نسمعوا هاك ما نفهموش وما نعرفوش نطبخوا. راح نخلي لكم الرنساج في اول تعليق، ولكن بالاسود الغرابي طبقوه راح تشوفوا النتيجه ولا اروع. وان شاء الله يعجبكم الفيديو.